بصوا يا جماعه، في زمان مطرب كان اسمه محمد طه. محمد طه ده كان بيلبس جلابيه كده وطربوش، وكان بيظهر في الافلام الابيض واسود مع فريد شوقي والناس دي، بيقعد يغني كده في البار وتلاقي الناس كلها في البار بيتخانقوا يدبوا في بعض وبتاع، وهو قاعد لا 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 لا، وهم مكسرين لو مش عارفين محمد طه، بس الاول محمد طه ده اللي اسمه ايه ده، الاستاذ سمير غانم الكوميديان العظيم الله يرحمه، في مسرحيه المتزوجون لما مسك البتاعه الطويله دي وقام عامل العريس متين والعروسه متينه، اللي غويت المتين سيبك من المتينه، لا المتين بينفع ولا المتينه على الاصل ضو. المهم عمرو دياب بقى، عارفه اغنيه وماله لو ليلة تهنا بعيد وسيبنا كل الناس، ملهاش اي علاقة خالص بمحمد طه ولا لا 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 لا، لكن لو جبنا الكلام حطيناه على اللحن ده هيركب. ازاي؟ يلا قولي بقى. وماله وماله لو ليلة تهنا بعيد وسيبنا كل الناس، يا سلام. انا يا حبيبي حاسس بحب جديد ماليني ده الاحساس. عارفه الاغنيه بتاعت عمرو دياب التانيه اللي هي بتاعت معقول هكون مجروح من غير ما اقول، اللي هو بيقول ده انا لما كنت بقول بقصد كلامي طول، يمكن تقول حاجة اسمعها اصفالك. ركب ده على ده، اللحن ده برضو مع الاغنية دي انا لما كنت بقول بقصد كلامي طول، يمكن تقول حاجة اسمعها اصفالك. انا مستغربه بس معجبه بصراحه عشان انا بحب محمد طه. طب بلاش ده يا جماعه، عارفين ويجز؟ ويجز جديد اغانيه ايه؟ اشهر اغنيه لويجز ايه؟ دورك جاي، صح؟ دورك جاي انا جارب حي بالظبط. في اول الاغنيه دي خالص بيقول بفتنا تعاشر المظابيط نتعاشر المظابيط يا سمك شعره يا مصابيح دمع بسعر المقاطيع لو انت بابا طب انا مين، صح؟ ركبي بقى نفس لا 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 دمع بسعر المقاطيع، لا بفتنا بفتنا تعاشر المظابيط يا سمك شعره يا مصابيح دمع بسعر المقاطيع لو انت بابا طب انا مين، لو قلبك جاي بقى دورك جاي ضارب كل انا ضارب حي على الاصل ده.